إيش؟ كما قال أخوي ابتسامة الحياة، وهذه جميلة في الرجال ولكنها في النساء إيش؟ أجمل، جميلة. وهذه توجد طبعا، اللي يعرفها اللي منا تزوج طبعا ليلة الزواج البنت والليلة تستحي، فتجد حتى لو تبسمت، يعني حتى هو إذا تبسم الرجل تلقاه يتبسم بحياء، لأنه أول مرة تشوفها وأول مرة يشوفها. صح ولا مو صح؟ واحد عندنا في الرياض يستحي مرة، شاب يستحي، ودخل على عروس ليلة العرس وصار يناظر فيها. الحرمة ضاق صدرها، قالت يا فلان قل كلمة، تكلم. قال أمي تسلم عليكي. فالشاهد أننا هذه الليلة ليلة يسمونها ليلة ابتسامة الحياة، موجودة في البنت التي تدخل بها وتبني بها، وهذا الحمد لله موجود. الابتسامة السابعة والأخيرة ابتسامة إيش؟ موجودة في الأسواق، سيتي سنتر. أيوة، ابتسامة الغزال. نتق الله يا شباب، ونتق الله يا شابات. رأيت واحد في المطار قدام واحدة يعني من بعيد وابتسم وغمز لها، فأنا شفته عيني بعينه فسلمت عليه، قلت ليش تغمز لي؟ أنا داري إنه ما يغمز لي، أنا متأكد، بس بأحرجه. قال والله يا مضوع عيني ترف. قلت حط كحل، الله يجزاك خير. فننتبه يا أخواتي يا أخواني، صحيح والله نحذر، وخصوصا شبابنا. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من إيش؟ من أبصارهم. والله تبي ترتاح اسألني أنا عندي محلات وعندي بضايع نساء، كل محلاتي حقات نساء. تبي ترتاح اعتبر كل وحدة حاضرة أختك، مثل ما قال الرسول المن يا إخوان للشاب. جاءوا شاب قالوا يا رسول الله إذن لي بالزنا، قام الصحابة أخذ السيوف، قال لا دعوه قعده وسأل سؤال، اقعد يا بنيتي، بنتي صغيرة، بنيتي استريح عشان نعطيكم جائزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما قلت يا بني؟ شاب من هالشباب اللي تأثر وفار دمه وكذا، قال ما قلت؟ قال إذن لي بالزنا. قال فترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، أفترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم، أفترضاه لعمتك لخالتك؟ فصار يعدد عليه. يقول الشاب فوضع الرسول يده على قلبي ودعا لي، فخرجت من عند رسول الله وليس على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله. خلك عفيف مثل ذيك الحرمة اللي عندما رآها رجل وهي على نيتها لابسة حجابها وقاعدة تزعف في البير، لعله طاح الخمار، تعرفون الخمار اللي فوق الرأس، فطلع شعرها ويوم شابها وحسبها عاد جاهزة للغزل. بعض الشباب زي كذا، إذا شاف بنت ماشية والتفتت تدور مثلا أخوها ولا أمها يحسبها التفتت له، قال يا فلان تناظر بي يا معود. يا أخي ما تناظر بك، الله يجزاك خير. واحد يلاحق وحده وبنت مؤدبة ومحجبة وماشية في طريقها، البنت ماشية مع صديقاتها، فهذا يقول لأخويا يقول لأخويا يا فلان اتركها هذه الطريقة. قال لا والله لا أعلقها فيني، أخليها تحبني. فقالت له كذا. إيش معنى كذا؟ يعني كش عليك. فهو برضه ماشي وراها، يوم شافت تطول وتبصق الكندرة، يوم رفعت الشبشب عليه الكندرة فراح لأصحابه قال شفتوا إن تعلقت فيني؟ تعلقت فيك وشلون؟ قالت لي وعدتني الساعة 5 عند راعي الأحذية. الله يحفظهم، قولوا امين. ما الشاهد؟ ان يكون عفيف طاهر. اختم هذه القصة ذكرها ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. كانت هذه المرأة بحجابها تزعب من الماء من البير فسقط حجابها. في يوم شاف هذا طوالي كتب لها رسالة: قد كنت أحسب أن الشمس واحدة والبدر في منظر بالحسن موصوف، حتى رأيتك في أثواب ثاكلة سود وصدغك فوق الخد معطوف، فرحت والقلب هائم دنف والكبد حرى ودمع العين مذروف. رد الجواب ففيه الوصل واغتنمي وصل المحب الذي بالحب إيش مشغوف. وأسألكم بالله، أول نظرة حبها الشغف؟ ردوا بصراحة، كاذب ولا صادق؟ بعض الشباب زي كذا، إذا كلم واحدة بالجوال أول مرة وغلطان وطاح بصوت واحدة صوتك ذبحني، ما أسرع. وما أكثرهم الدجالين الشباب ذول يضحكون على البنات، صح ولا مو صح؟ لا سيما عندنا بنات واجد، لأن البنت هي الخسرانة ولا الشاب الخسران؟ ردوا أنتم شباب. أنا سألت في الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية في دبي وسألت الجامعة في الشارجة، وأسأل دايم أيهم أكثر خسارة، البنت ولا الولد؟ البنت، لأن البنت أعظم شيء عندها عرضها. هم الولد ما همه، يحب 10 بنات وكل واحدة يقول لها أنت الأكسجين اللي يشمه. أي والله. ما أكثرهم الدجالين الحبيبة ذول الشباب الغزلنجية، يسمونهم بغالي غزلنجية، مغازلجية.
مغازجية. شوفوا من مجلة النهضة حواء والكواكب. كلما أقبل سواد الليل تذكرت سواد شعرك، وكلما أقبض بياض النهار تذكرت بياض بشرتك، وكلما تحرك الهواء تذكرت أنفاسك. التوقيع حاجة، حمار جحا. فهذه نحذر بناتنا منها. أنا حذرت بنات الثانوية والدور ثانويات الإمارات هنا عندكم. أحذر البنات، لأن الراجل الشاب ما عليه، وكذابين الشباب 90% في حبهم إلا إن شاء الله اللي نعرف. وجربت في السعودية وفي الإمارات وفي مصر، لأني كل أسبوع في دولة والله يكذبون على البنات. والبنات كما قال نسيت ما أدري عاد هو حافظ إبراهيم أو ذكروني، ترى فيكم ناس أدباء، اللي قال والغواني يغرهن الثناء. إبراهيم حافظ. البنت تصدق إذا كلمها الولد الشاب وقال لها تصدقين أنا حاسس إني أنا نص الكرة وأنت نص الكرة الثاني. تصدقين لما ما أكلمك أحس إني شايل الكرة الأرضية فوق راسي، لكن لما أكلمك أحس نسيم الهواء فوق راسي ينقض علي مية. فلذلك والله وبالله وتالله متى ما حضرت مثل الحرمة يوم أرسل لها رسالة وكتبها الكتابة، البنت عفيفة طاهرة ردت عليه رد قوي مباشرة، قالت له إن كنت ذا حسب ذا نسب فإن الشريف بغض الطرف إيش معروفه. إن كنت ذا حسب زاك وذا نسب فإن الشريف بغض الطرف معروفه. إن الزناة أناس لا خلاق لهم فاعلم بأنك يوم الحشر موقوف. واقطع لحاك قبحك الله من رجل فإن قلبي عن الفحشاء مصروف. فتاب هذا الرجل صار عابد الحرمين.